مصرع طفل بسبب لسعة عقرب، نواحي تشيزنيت والمفاجأة في التفاصيل. لقي طفل لا يتجاوز عمره 6 سنوات بأحد دواوين جماعة بونعمان ضواحي مدينة تيزنيت حتفه متأثرا بمضاعفات إصابته بلسعة عقرب سامة. بالرغم من تشبث عائلته بالأمل في إنقاذ حياته ونقله على وجه السرعة إلى المستشفى عبر سيارة لنقل البضائع. وتعود تفاصيل الواقعة حسب مصادر محلية إلى تعرض طفل للسعة عقرب سامة في منتصف ليلة الأربعاء، قبل أن تحاول العائلة نقله إلى المركز الصحي التابع للجماعة، الأمر الذي تعذر عليهم نظرا لرداءة المسلك الطرقي الذي يربط المركز بالدوار. وتم لاحقا إيداعه بقسم الإنعاش بالمستشفى المذكور لتلقي العلاج. وكشفت أيضا مصادر مقربة من العائلة أنه بالرغم من إخبار أحد القيمين على استشفاء الطفل بقسم العناية المركزة بضرورة مكوثه بالمستشفى لحوالي يومين على الأقل إلى 3، إلا أن العائلة فوجئت بطلب من طبيبة التخدير إخراجه صبيحة اليوم الموالي بعد استقرار حالته، وهو ما تم بالفعل، حيث تم إرجاعه إلى المنزل قبل أن يصاب بمضاعفات خطيرة عجلت بنقله مجددا إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة فور وصوله إليها.